حبيت نشكر الخبير الدولي اللي عمل مقدمة جيدة اللي باش نقدموا أنا، وكذلك الأستاذة جلاتي اللي أعطته أضافات كتسهيل لهذه الدراسة ولهذه التحليل خلينا نقولوا اللي باش نقدموا. لذلك فما برشا أشياء باش نتعرض لها. باش نحكيو على حماية الطفولة. أول حاجة لازم نعرفوا قانونيا ما هو الطفل. كما تعرفوا الطفل حسب القانون هو اللي عمره أقل من 18 سنة ما لم يبلغ من الرشد بمقتضى أحكام خاصة، وهذا التعريف الإيجابي للقانون التونسي هو نفسه الإيجابي الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. المخدرات وأن المؤثرات كما سماها السيد بشير الخبير الدولي هي كل مادة خام مصدرها يجب يكون طبيعي وأن مصنعة كيميائيا تحتوي على مواد منشطة إذا استخدمت في غير الأغراض الطبية فإنها تسبب إدمان وتؤثر على العقل وتؤدي إلى حالة من التعود ممكن يضر بصحة الشخص اللي يكون مضرة جسميا ونفسيا واجتماعيا. حق الطفل في الحماية من المخدرات. إذا كان باش نحكيو على حقوق الطفل لابد أولا نقولوا إنه الحق هذا ترسمته الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل اللي لسنة 1989 واللي دخلت حيز التنفيذ في سنة 1990. كما تعرفوا الاتفاقية هذه هي الإطار القانوني العالمي اللي يهدف إلى توفير حماية المصلحة الفضلى للأطفال مهما كانت الظروف. تتخذ الإجراءات المناسبة لضمان تنميتهم بشكل صحي وطبيعي على الصعيد الجسمي، العقلي، الأخلاقي والاجتماعي. توصل الاتفاقية هذه منذ سنة 1991. حماية الأطفال من المخدرات ماشي باش نتعرض برشا للمادة 33 باعتبار انه السيد بسام باشا تعرض الى هذه النقطة. في الاتفاقية تقول انه تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة بما في ذلك التدابير التشريعية والإدارية الاجتماعية والتربوية لوقاية الأطفال من الاستخدام غير المشروع للمواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل وحسب ما تحددت في المعاهدة الدولية ذات السيلة ولمنع استخدام الأطفال في إنتاج مثل هذه المواد بطريقة غير مشروعة والاتجاه بها كما نقول باش نمر مرور الكرام على هذه النقطة. إذا القانون التونسي هل كرس ما جاء به هذه الاتفاقية؟ كما نعرف الاتفاقات الدولية هي أكثر رتبة من القانون. في القانون التونسي عندنا ثم قانون 18992 اللي جاء في 5 أبواب عرف قانون المخدرات ثم حكينا عن العقوبات ثم على الوقاية وإلى غيرها من الأشياء اللي جات بالقانون هذايا. لكن بالتمعن في القانون هذايا احنا تو باش نحكيو على المستوى القانوني باش نحكيو على إجراءات التتبع والتحقيق. الإجراءات هذايا اسكي فيها حماية للأطفال ولا لا؟ باش ندخل برشا في هذايا علاش؟ لأنه قانون المخدرات ماشي في قانون المخدرات ما فماش إجراءات تتبع خاصة بهذا القانون، لا هي إجراءات عامة يتمتعوا بها كافة الأطفال سواء اتحالوا على جريمة المخدرات أو غيرها من الجرائم. مثلا على مستوى التتبع وحنا نحكيو على التتبع نحكيو أولا على بحث البداية نحكيو على التحقيق ونحكيو على المحاكمة. في التتبع مثلا لدى بحث البداية وجود ولي مع الطفل اللي أقل من 16 سنة على مستوى وكذلك وجوب استشارة النيابة العمومية في كل الإجراءات التي يتخذها يمكن اتخاذها بشأن الطفل سواء الاحتفاظ أو غير ذلك من الإجراءات. على المستوى التحقيق يجب أن يكون هناك تحقيق خاص بالأطفال وعلى مستوى محاكمة الطفل في وقت يصدر حكم عليه في هذه الأحكام يجب أن تكون مخففة ومتماشية مع المصلحة الفضلى للطفل.
لكن إذا كان احنا نرجعوا للقانون المتعلق بالمخدرات لسنة 1994 شنو نلقاو أن المشرع أرسل نظاما حمائيا للطفل في جرائم المخدرات من خلال تدابير، أولا علاجية واثنين تدابير تربوية، وهذا اللي قريته من خلال القانون. فنظرا لهشاشة وضعية الطفل البدني والنفسي، القانون شاف انه يحتاج الى الحمايه لتحقيق امنه وسلامته من الاخطار المخدرات التي تهدده. المشرع اعطى اهميه كبيره للدور الحمائي اللي يمكن ان يقوم به القانون في الطفل من خلال اقرار حقوق الطفل وتجنب تسليط العقوبات عليه، وذلك بتكريس اول حاجه تدابير علاجيه واثنين تدابير تربويه. بالنسبه وكذلك سياسه يعني خلى ثم سياسه علاجيه معتمده لعلاج الطفل من المخدرات. الدول جميع الدول عندها جمله من التدابير الاحترازيه والعلاجيه لمكافحه المخدرات وآفة الادمان. المشرع التونسي في حقيقه الامر لكن نرجع للقانون سير هذا التوجه من خلال اقرار الحل العلاجي بخيار تشريعي، وهو ما يبرز من خلال السياسه العلاجيه الى جانب العلاج السابق للتتبع الجزائي والعلاج اللاحق للتتبع الجزائي. بالنسبه للعلاج السابق للتتبع وقت نحكيو على علاج سابق للتتبع يعني مش نحكيو على ان الطفل مازال ما دخلش في الاجراءات القانونيه العاديه. كيفاش نجمو نحميو الطفل والا يعني نبرز المصلحه الفوضى للطفل. نرجعوا للقانون ديما لانه هذا التحرير على ضوء قانون 92. شو يقول لك الفصل 18 من القانون هذا؟ يقول انه يمكن لكل شخص اصبح مدمنا على تعاطي المخدرات وقبل اكتشاف الافعال المنسوبه اليه ان يتقدم مره واحده بطلب كتابي مصحوب بشهاده طبيه في الغرض، سواء من تلقاء نفسه او عن طريق القريب او احد اصوله او فروعه او اطباء. الى اين؟ الى اللجنه المنصوص عليها باحكام الفصل 118 من القانون 54 سنه 69 اللي هي لجنه تم تنظيمها بهذا القانون اللي هي لجنه المخدرات المتعلقه بالمرسل قصد اتباع نظام علاجي طبي للتخلص من التسمم. المشرع في هذا الفصل قال برشا شروط باش نتمتعوا بالعلاج قبل التتبع. شروط شكليه تتعلق باجراءات التقدم لطلب العلاج. اشترط في طلب العلاج اول حاجه نكون مدمن، علاش قال لازم شهاده طبيه دون ان يميز بين مختلف جداول المواد السميه. يعني احنا كي نرجعوا للقانون التوسعي مش نلقى انه القانون عمل لنا جدول خاصه الجدول ذا اللي ينص على مختلف المواد السميه الغير مشروعه. يعني يكفي ان تتحقق حاله التسمم للتمتع بنظام العلاج، وذلك لسببين. علاش احنا شفنا انه قانون المخدرات سنه 92 المتعلق بالسميه لم يلغي قانون 26 جويلية 1969. قد هو يمكن نفس الاحكام. بالنسبه للمشرع لو اراد التخفيف لذكر ذلك صراحه مثل ما فعل في الفصل 13 من نفس القانون المتعلق بنظام العلاج الاجباري عندما اشترط حاله الادمان وبالتالي اقصائه للمستهلك العربي. اول حاجه ما نجموش نحكي وقت يبدا مستهلك عربي ما ينجمش يتمتع بالعلاج قبل التتبع. وهذه النقاط اللي احنا لازمنا ناخذوها باش نحاولوا نخدموا على مشروع وباش نحاولوا ننقحوا هذا القانون. الى جانب المدمن المشرع ذكر على سبيل الحصر فصل 18 من قانون 92 الاشخاص اللي ينجموا يقدموا بهذا المطلب. ايش قال فما حين المدمن احد اصوله فروعه او اطبائه. المشرع وسع من نطاق طالب العلاج خاطر شعر ان حتى المدمن الضحيه صحيه اللي تكون حاله هشه، واشترط انه هذا التقدم يكون
وشوي مرة مش يجي يقدم نفسه على انه للعلاج. وبمقتضى طلب كتابي وقيد تقديم الطلب قبل اكتشاف الافعال المنسوبه ليه. يعني وقت السيد يبداو في التتبع صغير ما ينجمش يمشي يرجع ويقول لا انا نحب نتمتع بالعلاج قبل التتبع، لازم فماش اكتشاف. القرارات اللي يمكن تتخذها لجنه الادمان تتعلق اما بقبول المطلب، نجموا يقبلوا المطلب بتاعه تلقائي والا برفضه، لكن نجموا نطعنوا فيه هالقرار هذايا لدى كتاب الدولة للصحة العمومية اللي عندها إمكانية تعديله أو إلغائه. المشرع رتب آثار قانونية على هذا المقصد. شنو هي الآثار القانونية؟ الآثار القانونية للنظام العلاجي التلقائي. المدمن على سبيل المخدرات إذا كانت تقدم تلقائيا قبل اكتشاف الافعال المنسوبه ليه انه يعفى من التتبع الجزائي. اثنين، فما ضمانات اخرى اللي هي جاء بها فصل 20 يقول لك لا تثار الدعوه العموميه ضد من تقدم تلقائي نفسي او عن طريق القرين او اطباء الى غير ذلك. اثنين هي السريه. السرية يعني إنسان كيمشي يقدم مطلب ممنوع إنه تفشي السر وإلا تخرج، وهذا في اللجنة موجودة تخرج إنه تقول إنه فما شخص معين جاء وقدم نفسه ويظهر إنه مدمن مخدرات. بالتالي إنه كل مدمن على المخدرات توفر فيه الشروط الشكلية والأصلية وخضع لنظام التلقائي فإنه يوفى من التتبع الجزائي شوية تكرار، ولا تنطبق عليه احكام الفصل 4 من قانون 92 وهو كما عبر عنه البعض انه نوع من العفو الاجتماعي الذي تركه المشرع لمرتكبي بعض الجرائم الذين اظهروا حسن نيتهم في العدول عن سلوك الاجرام والامتثال للقواعد التي تحكم المجتمع. الغايه من عدم التتبع الجزائي شنو هي بالضبط؟ مثلا في التشجيع او الحاجه على الابتعاد عن النساء والمخدرات، استقطاب اكثر عدد ممكن من الناس المدمنين في المخدرات بهدف المعالجه، لانه الاعفاء هذايا لا يشمل الا التتبع من اجل جنحه الاستهلاك فقط دون ان يشمل جرائم الترويج والاتجار غير المشروع والتهريب بالمخدرات، اذ لا يمكن تبرئه هؤلاء من التهم المنسوبه اليهم. هذه نقطة عن السرية، لكن رغم أهمية الآثار والغمانات المترتبة على العلاج السابق إلا أنه محدود. الفصل 18 يقول أنه أوجد عدة شروط للتمتع، وجود توفر حالة الإدمان، وبالتالي كما قلنا إقصاء المستهلك العرضي، وهو يعني أن السياسة العلاجية المتبعة تقتصر فقط على العلاج العضوي، في حين أنه يجب أن تكون عامة وشاملة، حيث تكون طبية نفسية اجتماعية، وهذا نجم تكون نقطة سلبية بالنسبة لهذا القانون. إضافة إلى العلاج السابق للتتبع عندنا العلاج اللاحق للتتبع. شو معناتها علاج لاحق للتتبع؟ يعني سيدات الإجراءات تم بوجود تحليل وعرض الطفل على التحليل وتم ثبوت انه مستهلك ماده مخدره، وهو اليوم امام التتبعات قاضي بحث البدايه، ثم تعدينا للنيابه العموميه وجينا للتحقيق، واليوم قدام القاضي الجناحي باش يحكموا علينا. شنو القاضي هذايا ينجم يعوض نمشيو كما نقولوا الحكم العادي، نجموا نحكموا بالعلاج. كيفاش؟ فصل 19 مكرر يقول انه للمحكمه في صوره الحكم بادانه المدمن على تعاطي المخدرات امكانيه حسب السلطه التقديريه طبعا للقاضي الاذن بالعلاج، حيث الفصل الثاني من قانون السنين يقول لك يمكن للمحكمه ان تتعهد بالقضيه في صوره الحكم بادانه المدمن على تعاطي المخدرات وفق مقتضيات الفصل 4 من القانون إخضاع المحكوم عليه للعلاج من التسمم
فترة يحددها الطبيب المختص. إن هذا الفصل منح الخيار للمحكمة في الإذن بالعلاج من عدمه، وهو نفس الاتجاه الذي اعتمده المشرع الفرنسي. شنو هي مقومات العلاج اللي جاء بها العلاج البديل، والا خلينا نقول العقاب البديل الذي جاء به هذا القانون؟ نقول لك انه الطفل نظرا لصغر سنه وعدم تمتعه بالنضج والاراده اللازمه، فان المشرع اعتبر الطفل عنصرا ضعيفا غير قادر على حمايه نفسه، مما يستوجب توفير حمايه تشريعيه تطوره من جميع النواحي وتكون جدار السد بين آفة المخدرات. هذه هي فلسفة القانون، ونظرا لخصوصية وضعيته ولتحقيق مصلحته الفضلى، فإن المشرع قام بمقتضى هذا القانون صدر 13 باستحداث آلية جديدة في عقاب الطفل من أجل استهلاك المخدرات ترتكز على الإصلاح والوقاية اللي ذكرناها واللي جاءت بها المادة 33 من الاتفاقية. وكذلك مجلة حماية الطفل. المشرع وسع من حالات الإخضاع للعلاج، وذلك رغبة منه في القضاء على آفة المخدرات واستئصال حالة الطفل منذ بدايتها ودون أن تبلغ مرحلة الإدمان. يعني مش بالضرورة يكون طفل مدمن، نجي يكون مستهلك عادي ويتمتع بالتدبير وإلا تدبير اللاحق يعني للتتبع. خلينا نمشيو توا للعنصر الثالث في هذا القانون اللي هي السياسة العلاجية. السياسة العلاجية تبرز أهميتها من خلال الطرق المعتمدة للتخلص من الإدمان دائما حسب القانون. إجراءات العلاج، الإجراءات هذه تتعلق بمدة العلاج ومكانه ومصاريفه. إذا كان نقول نحكيو على المدة حسب الفصل 18 من قانون المخدرات المتعلق بالعلاج التلقائي ما حددهاش، والمصاريف لكن بالرجوع إلى الفصل 19 من نفس القانون والمتعلق بالعلاج الوجوبي فإنه أشار صراحة إلى أن فترة العلاج يحددها الطبيب مختص باعتباره الوحيد الذي يمكنه تقدير فترة العلاج والتسمم وامتدادها. بالنسبة للمصاريف، مصاريف نص عليها فصل 121 من القانون المذكور. مصاريف العلاج قصد التخلص من التسمم محمولة على المعني بالأمر، إلا في الأعضاء الممنوحة من طرف كاتب الدولة للصحة العمومية عندما يتضح أن موارد المعني بالأمر غير كافية. إذا كان ما عندوش فلوس بصفة استثنائية تولي محمولة على الدولة، وبالتالي فإن المبدأ في العلاج ليكون بالمقابل يتحمل مصاريفه الشخص الخاضع للعلاج، والاستثناء أن يكون مجانيا كلما ثبت أن المعني بالأمر غير قادر على هذه التكاليف، ويكون بموجب قرار من كتابة الدولة للصحة العمومية. العلاج بعد التتبع ما يقتصرش على العلاج الطبي فقط كما شفنا بالعلاج قبل التتبع، انما يشمل العلاج النفسي الاجتماعي تحت اشراف عديد المختصين. يفترض المرور بثلاث مراحل. المرحله الاولى مرحله الفطام، المرحله الثانيه مرحله العلاج النفسي، والمرحله الثالثه مرحله اعاده التاهيل والادماج. السياسة العلاجية تهدف إلى تحسين الظروف الصحية الجسدية والنفسية للمدمن على المخدرات وتخليصه من السموم وإعادة إدماجه في محيطه والتخفيض من النزعة الإجرامية لديه من خلال إعادة التوازن النفسي والاجتماعي. بعد ما شفنا التدابير العلاجية اللي هي قبل التتبع وتدابير بعد التتبع، ثم الجانب الثاني اللي نص عليه القانون عام 92 اللي هو التدابير التربويه الخاصه بالطفل المحكوم
المحكوم عليه في جرائم المخدرات. علاش نحكيو على تدابير تربوية؟ لأنها تدابير تقوم على إصلاح الطفل وتقوم على توعية الطفل وعلى حماية الطفل من المخدرات. توفير الحماية، رعاية وكذلك إصلاح. وبالتالي القانون الجزائي الخاص بالأطفال اعتمد على النظام التربوي الإصلاحي بدل النظام الزجري. ومن هنا يتضح أن التوجهات التشريعية الحديثة في معالجة جنوح الأطفال ترتكز على السياسة الإصلاحية والتربوية، سواء كان ذلك في مجال المغلق أو في المجال المفتوح. كيفاش في المجال المغلق؟ علاش نحكيو على المجال المغلق؟ حسب عبارات الفقرة الثانية من فصل 99 من مجلة حماية الطفولة، فإن مصطلح المجال المغلق يمكن أن يشمل المؤسسات المختصة ومراكز الإصلاح، كما يمكن أن يشمل جناحا مخصصا للأطفال بالسجن. وهذا استثناء اللي احنا قاعدين نحبوا نحكيوه في المنظومة الطفل في سياق العدالة حسب الخطورة الإجرامية للطفل. دونك الفصل 99 من المجلة يقول إنه يمكن لقاضي الأطفال أو محكمة الأطفال وضع الطفل بمؤسسة عمومية أو خاصة معدة للتربية والتكوين المهني مؤهلة لهذا الغرض، وأن هذه المؤسسات تتسم بالحرية واللين. ذلك أنه يرخص للأطفال زيارة أوليائهم وتلقي جانب من التعليم والتكوين الصناعي ودروس في كيفية استغلال أوقات فراغهم. في هذا الإطار ثم اتفاقية صارت ما بين وزارة الداخلية والتكوين المهني والتشريع تهدف حقق جملة من التراتيب الخاصة بتكوين وإحداث المراكز التربوية التابعة للإدارة العامة للسجون والإصلاح مهنيا، وإعادة المحتجين أو المحتجزات على الإنماج في الحياة النشيطة إثر انتهاء التكوين ومغادرتهم للمراكز. هذه المؤسسات تهدف إلى إصلاح الطفل من خلال تعليمه وتثقيفه وإصلاحه ونزع الإجرام عنه بعيدا عن نظام السجون. قلنا للمحكمة تجب أن تكتفي بإخضاع الطفل في جرائم الاستهلاك والمسكن الذي الاستهلاك العلاج الطبي الذي يخالصه بالتسمم أو العلاج الطبي النفساني الذي يمنعه من الرجوع إلى مجال المخدرات أو العلاج الطبي الاجتماعي أو لأي من التدابير المنصوص عليها في 56 مجال حماية الطفل، وبالتالي يقع وضع الطفل بمركز طبي أو مؤسسات استشفائية. المجال المفتوح ومندوب الحرية المحروسة اللي احنا كنت نرجعوا للقانون بتاعنا ومجال تطبيق القانون عدد 94 متعلق بالمخدرات ما شوفوهاش قاعدة تتبع. فخلينا نشوفوا ما هو مندوب الحرية المحروسة أو الحرية المحروسة. الهدف الرئيسي للتدابير التربوية المأذون بها للطفل في جرائم المخدرات هي إبعاده عن هذه الآفة ومنعه من الرجوع إليها بأي شكل من أشكال التعامل سواء كان بالاستهلاك أو بالترويج. لذلك اتأى المشرع التونسي أن يقرر آلية جديدة لمتابعة الطفل في المجال المفتوح تتمثل بالحرية المحروسة. هي تدبير من التدابير العلاجية اللي يمكن لقاضي الأطفال أو محكمة الأطفال أو قاضي تحقيق الأطفال أن يقررها بفائدة الطفل. مش مفهوم خالص. كيف؟ مش مفاعل ولا لا يا أستاذة؟ كيف؟ مفاعل ولا لا؟ حقيقة هو أنا قاضية واحدة في السكس قاعدة تفعل فيه وهي ما عادش السكس مشيت المقاطع. أنا مش مفاعل. ما هوش بس. مش مفاعل يعني يصير مرة في عام ما هوش ريجولير. هو النظام يستهدف إعادة التأهيل والتكييف الاجتماعي للمذنب في ما نحبش السادة السن نحبش
للطفل في مجتمعه وبيئته الطبيعية، فيقوم بذلك مبدأ استباق الطفل في محيطه الطبيعي وعدم حرمانه من حريته مع تسليط رقابة غير لصيقة عليه يؤمنها شخص يكلفه القاضي بذلك يطلق عليه اسم مندوب الحرية المحروسة. فيقع بالتالي إبعاد الطفل قدر المستطاع عن حياة المؤسسة التي مهما بلغت العناية فيها تبقى حياة ذات طابع اصطناعي ومؤقت إذا ما قيست بالحياة العائلية التي يحياها الطفل بين عائلته. الحرية المحروسة ابتداء بهذا التعريف نستنتج أن هذا الإجراء لا يتعلق إلا بالأحداث الجانحين دون غيرهم. تم إقرار هذا النظام في تونس لأول مرة صدر أمر 30 جوان 1955 المتعلق بالقانون الأساسي للقاصرين المنسوبة إليه مخالفات في الفصل 7 و10 و12 و20 و26 قد عبر عنها المشرع تارة بعبارة السراح المحروس وطورا بعبارة الحرية المحروسة. هل هو أمر مندوب الحرية المحروسة تتم مراقبة الأطفال الموضوعين تحت رقابته عن طريق مندوب الحرية المحروسة اللي يقوم بربط الصلة بالطفل وعائلته أو حاضنه ومواكبته في أسرته أو خارجها، ويتكون سلك المندوبين من صنفين فما قارين ومتطوعين يعملون تحت إشراف قاضي الأطفال. موجودة فما أحكام شيء كما هكا، لكن ماهيش حاجة تطبق غير كما. الفصل 107 من مجلة حماية الطفل حدد مهامهم وطرق انتدابهم ويتولى تسميتهم قاضي الأطفال، وبذلك يختلف هذا النظام عن نظام مندوبي حماية الطفولة من حيث سلطة الإشراف والمهام والانتداب. يفترض مندوب القاضي خاصة أن يكون عنده تجربة واسعة في ميدان معاملة الأطفال وبصفة عامة في ميدان العمل الاجتماعي والتربوي. بالمستحسن أن يكون عنده علاقات اجتماعية واسعة تمكنه من لازم الأمر من إدماج الأطفال ومن تشغيلهم، وأثبت التطبيقات على مستوى المحكمة الابتدائية بتونس تدخل المندوب القاضي في إيجاد فرص للشغل من الأطفال اللي تتوفر فيهم الشروط القانونية لذلك. علاوة على التدخلات العديدة لدى المصالح التربوية والمدرسية قصد إعادة الأطفال المزاولين لدراستهم في المعاهد، ولبزيادة الأمر سموا وقاية حرب السن. والفصل 108 يحكي على واجب الإعلام الطفل ووالديه ومقدمه وحاضنه بوضع الطفل تحت نظام الحرية المحروسة. المندوب يجب يقوم بتحرير تقرير ينهي إلى القاضي المتعهد بالقضية إذا ما ساء سلوك الطفل وحل به خطر أبدي أو حصلت على قيد تحول دون مباشرة المراقبة أو ظهر له من المفيد إدخال تغيير على المحل الذي وضع فيه الطفل أو على حضانته.